ازاي انا بعرف احدد مستواك في الانجليش؟ يعني انت بتجيلي وتقولي انا عايزه ادخل الليفل ده، او انا عايز اتعلم لغه، انا بتكلم كويس، انا مش بتكلم قوي، طب انا ما اعرفش، طب انا عارف. ده بيتم عن طريق اختبار تحديد المستوى. وللاسف 90% من اختبارات تحديد المستوى اللي بتتعمل في مراكز الكورسز او بتتعمل على الانترنت، بتتعمل في لينكات مجانيه، ما بتبقاش accurate، لانها بتبقى مفتقده اهم عنصر واهم مهاره التحدث. انت ممكن تطلع C1 جامد جدا في الانجليش وانت بتعمل اختبار listening او اختبار reading او اختبار writing. تعال بقى للتحدث، انت ممكن تطلع مبتدئ، يا دوب بتعرف تقول اسمك وسنك وعنوانك. ممكن تكون بتسمع كويس جدا، بس لما بترد ما بتعرفش ترد، ما بتعرفش تجمع جمله. في دكاتره جامعه شغالين اوريدي مدرسين في جامعات وهما ما بيعرفوش يتكلموا لغه، والمفروض انهم مدرسين في جامعات تخصص، في كليات تخصص انجليش. فكون ان انت بتروح تحدد مستواك غلط في مكان يخليك لما تيجي تدخل كورس تدخل في مكان غلط فتتعقد، فما تلاقي نفسك ما بتتعلمش، او يحطوك في مكان او في حته اقل من اللي انت المفروض تدخلها. دي مشكله حلها عندي. هعمل لك اختبار تحديد مستوى صحيح بيتست الاربع مهارات، هنتست الليسننج والريدنج والرايتنج والسبيكينج مع مدرب، هتبقى فيس تو فيس قاعد معايا بتتكلم معاه في التليفون، يا اما على زوم لو انت بره مصر، او على في كونكت. المهم ان انا هوصل في الاخر لاني هسمعك وانت بتتكلم وهقيمك بشكل صحيح، وده يخليني احطك في مكانك الصح واعلمك انجليش مظبوط. سيب لي كومنت انك عايز تعمل اختبار تحديد مستوى، وهعمله لك بشكل مجاني في حاله الحجز. انا في انتظارك.